زيارة تاريخية تلك التي قادت الرئيس تبون إلى موسكو بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وتمتد على ما يفوق 6 عقود. زيارة أكد من خلالها رئيس الجمهورية على سيادة القرار الجزائري فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، وبأن الجزائر دولة محبة للسلام إلا من يعاديها. وفي أول يوم لزيارته لفيدرالية روسيا التقى الرئيس تبون أفراد الجالية الوطنية، مؤكدا لهم أن الجزائر اليوم تعمل من أجل اللحاق بالدول المتقدمة. وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثات مع كبار المسؤولين في فيدرالية روسيا تم خلالها التأكيد على عراقة العلاقات بين البلدين واستعراض أهم مجالات تعزيز التعاون الثنائي، حيث تباحث مع رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفينكو بالإضافة لرئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. وتميز اليوم الثاني من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى موسكو بنشاط مكثف، حيث أشرف على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الروسي استعرض خلاله أهم محاور برنامج الإنعاش الاقتصادي متعدد الأبعاد الذي أطلقته الجزائر. ودعا رئيس الجمهورية المشاركين في المنتدى إلى استكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات. كما أشرف رئيس الجمهورية على تدشين نصب تذكاري لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر بالعاصمة الروسية، وهو أول معلم تذكاري لقائد مسلم وعربي في تاريخ مدينة موسكو. وبالكرملين حظي رئيس الجمهورية باستقبال تاريخي من طرف نظيره الروسي، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين الحكومتين الجزائرية والروسية. وفي تصريح مشترك أكد الرئيس تبون قيام الجزائر بجهود وساطة بين الدولتين الصديقتين للجزائر روسيا وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا بينهما، وهي الوساطة التي حظيت بقبول الرئيس بوتين. وبسان بطرسبورغ دعا رئيس الجمهورية خلال مشاركته كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي إلى الاستفادة من الفرص والتحفيزات التي تمنحها الجزائر للمستثمرين. واختتم الرئيس تبون زيارته إلى موسكو بتصريح تاريخي أكد فيه على استقلال القرار الجزائري وسيادته.